ويا اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد اسبوعين 3 من لما جبت نبتة الكركتير بدأت احس ان في ورق منها كتير بدأ يموت ولونه يبهت ويقع. فبدأت ابص اشوف ايه اللي مضايق النبتة. لقيت ان جذورها طالعة من بره التربة، وكمان كمية التربة قليلة جدا عليها. فقررت ان انا اقلب النبات واشوف التربة بتاعته وابدأ احل المشكلة بتاعته علشان انقذه على قد ما اقدر. لما قلبت التربة لقيتها طينية جدا، والنبتة دي بتحب ان هي تربتها تكون مسامية وجيدة التصريف، فزودتها معيارين رمل وكمان معيارين بتمس وخلطتهم ببعض كويس جدا. وبدأت بقى احط النبتة واغطيها بالخليط اللي انا عملته، وغطيت جذورها تماما لان جذورها قبل كده كانت مكشوفة، فده بيضر النبات. فغطيت الجذور كويس جدا. كمان النبتة دي بتحب السقي بصفة دورية، ما بتحبش التعطيش. ومن الحاجات كمان المهمة جدا لنبتة الكاريكاتير ان هي بتحب التقليم، فدايما نقص الاطراف من فوق علشان نحفزها على انتاج اوراق جديدة. ودي هنا تقريبا بعد اسبوع او 10 ايام، مش فاكرة بالظبط، بس الحمد لله النبتة استقرت وبطلت توقع اوراق وبدأت تنتج اوراق جديدة في كل مكان. فالحمد لله كده معناها ان امورها استقرت، وان شاء الله تبقى احسن في الايام اللي جايه. وبس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب يكون عجبكم وافادكم. اشوفكم مرة تانية، مع السلامة.